الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فقال الله تعالى في كتابه العزيز إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبورا صدق الله العلي العظيم. إخوتي في الله وحامان كسول دويهينا مجلس كان ومجالس كدوغن محايا يلي مجلس واحد لو قبضه oo sharafooba majliskan wuxuu u goglan yahay galgalbaha iska ahaadee kalaamur rahmaan wax walba naqsi oo ku jiraan ama haasoo sharaf ka leeyahay culimada sharafta badan leh oo ahlulaahiga ah oo quraanka ah soo dhawaadaan dad oo macnaa mashaayikh iga dhihi og igana aqoon badan wada fadhiya meeshaan marka aan si u dhacay lisaanka ay u dhacay raaliyaas lagu ahaado insha Allah ta'ala kalaamur rahmaan waxaan rajaynaa insha Allah ta'ala ilaahi inuu adoomanka oo ku sifeeyay إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبورا إنه إلهي نقدقوا وحنا رجينا إن شاء الله تعالى نبغينا عليه الصلاة والسلام أسوك هذا الله يا قرآنك وحوي لنا نبغينا عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين quraanka wuxuu ilaahay ku koryeelaa qoomyaalo meesha oo qoomyaalo kalena oo ku dajihayo ku hoos yeelaa darajadooda oo ku hidaayo ilaahay ka maan gal insha Allah yeedin ilaahay kariim quraanka adoomanka oo nabigeena ilaahay salaatu wasalaam adoomanka quraanka uu koryeelaayo maalinta qiyaamahana xujjatan lana loo yira Allah nagu daro taas rajayna insha Allah meeshaana waxaa jooga culimadii oo hadda magacyadooda in la tirsho uma baahno maxaa yeelay caalamka dhammaan laga yaqaanaa maalinta oo tahay marka taariikhda hijriga 9 bisha 2 1440 oo jooga meesha miilaadiyana ay ka tahay 8 bisha 10aad 2018 October saas ku soo dhawaada quraankana waxaan noo bilaabayo maal Abdullah Dhicis waxaan noo toosihayo maal Muhammad Ali oo loo yaqaan maal Fadhi saas insha Allah noogu socayso waxaan rajaynaa quraankeena inuu ahaado tawaadu iyo khushuuc iyo tadabbur sida markaas looga helayo macaanida ku jirto iyo xasanaadka iyo thawaabka lagu gaarayo ilaa jannada iyo liqaha ilaahay sida ku jirto insha Allah ta'ala saasa rajaynaa inuu ahaado qof kasta intay tuwaadeen tawaadu intay awood u leedahay معلك عن الله عن عبد الله لا تبني فردا وأنت خير الوالدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن لنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم يا أولئك الرسول وجدنا توابا رحيما ربك لا
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ديركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. آتيناهم من لدنا نذير ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وانفروا ثبات وانفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قالوا أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله ويقتل يوم فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها من الزوال الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت يقاتلون أولياء الشيطان كيد الشيطان أما الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب ومتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله وما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. كم من حسنة فمن الله وما أصابك السيئة ومن أجل حسنات للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فاعلا ومتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا لهم أمر من الأمن أو الخوف يدعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتخذتم الشيطان إلا قليلا. قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض للمؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية
معصية فأيوا الله لا إله إلا هو فيجعلنا وما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل فما تجد له سبيلا تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم مسر الصدور من يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فقاتلوهم وإن اعتزلوكم أن يقاتلوكم والله إليكم السلام ما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم بينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم والمجاهدين درجة وكل وعد الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن إلا المستضعفين من الرجال والنساء ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تغفروا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى
ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا أقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لا تهنوا في ابتغاء القوم أن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستغفون من الناس ولا يستغفون من الله وهو معه إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ويجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليه وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما فإنما يسير على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسر خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لما طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا هم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويذل بالله فقد من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وأعد لجهنم نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم ولا يبينن لهم الآية فيتبع شيطانا من دون الله فأرسل أوثانا مبينا يعدهم ويمنيه ما يعدهم الشيطان إلا غرورا مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله ومن أزهر من الله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو
لله وهو المرسل وارتضى بإبراهيم واتخذ الله إبراهيم خليلا ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يؤتيكم فيهن وما يتلى عليكم بالكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالتي ما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير مؤمنة أنفس الشحى وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها الوالدة الدنيا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله وليا حميدا ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا كان يريد ثواب الدنيا وعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تردوا فإن الله كان بما تعملون يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم زادوا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا وآخرين بأن الله يا بني الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ويبتغوا عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم بالكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا منكم إلا فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليهم ولم نكن من المؤمنين والله يحكم بينكم يوم القيامة ويجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء وكلنا فلا تجد له سبيلا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دونكم من يعزكم على أولئك هم إن المنافقين
لله وأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يحب الله الجهر بالسوء بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نجزيهم أجرهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم قوم الدور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تأتوا بالسبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وبما نذهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم بأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف وتأثر عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك مما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. رفعه الله وكان الله عزيزا حكيما. إلا للكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. من الذين هادوا حرمنا عليه ويصدق عن سبيل الله كثيرا. وغنوا عنه لكن الراسخون في العلم منهم المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. ورسلا قد قصصناهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين الله يكون ما شاء الله حجة على الرسل كان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله الذين كفروا وظلموا واتقوا الله ليغفر لهم ولا يهديهم طريقا. طريقا لأننا خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وتقولوا وإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد فالمسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله والذين سكتوا وصبروا واعتصموا به فسيدخلوا في رحمة منه يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء وللذكر مثل حظ الأنثيين بين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر وتعاونوا على الإثم والميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنضيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يضر في مقصد غير متجاهل بين الله غفور أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله مما أنزل عليكم إلا لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافرين ولا متخذين أخدان ومن يكفر بالإيمان بعد من آمن وهو في الآخرة أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم
النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله عليكم بحرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وأتاكم به إن كنتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شرعان قوم الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم وكف أيديهم واتقوا الله وعلى الله يتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم وبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم إلا المرسلين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. من الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يملك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير ما جاء بشير ونذير ولا وقال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ما تجدوا على آبائكم فتعبدوا قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين
تدخلها أبدا ما داموا أنت وربك فاترا مني لا أملك إلا نصيرا البر بيننا بينما بالفاسقين فإنها محرمة عليها 40 سنة